حبيبي انت عالبال يا عيوني. النهارده بقى انا جاي اتكلم عن فنان من الفنانين اللي انا بحبهم جدا وليا معاه ذكريات كتير، الفنان الكويتي حمود ناصر. عمرو دياب الكويت، الراجل ده الله يرحمه كانت مزيكته مختلفة، صوته مختلف. يا ترى ايه حكاية الفنان الجميل الكويتي حمود ناصر؟ تعالوا مع بعض نحكي الحدوتة من اولها. قبل ما ابدا الكلام عن حمود ناصر عايز احكي لكم حدوته بسيطه. قبل ما البترول يغير كل حاجه، الكويت كانت بلد بحر في الاساس، اهلها كانوا عايشين على صيد اللؤلؤ وبرضه التجاره البحريه، وده كان مصدر رزقهم الرئيسي. تخيل نفسك سنه 1920 سفن الداو طالعه في قلب البحر اللي هي المراكب الشراعيه، كانت شايله فرق من الغواصين عشان يدوروا على كنوز البحر اللي قالق. اللؤلؤ ده كان هو ثروة الكويت الحقيقية، وكان مطلوب عالميا من الهند لغاية أوروبا. مواسم الغوص كانت بتستمر لمدة شهور، والناس كانت بتبعد عن بيوتهم فترات طويلة جدا. مجتمع الكويت كله كان مرتبط بالبحر، الرجال على السفن والستات في البيوت يستنوا أزواجهم، منهم اللي كان بيموت في البحر، والأهالي كانت تطلع تستقبل الناس، يا ترى راجعين عايشين ولا في حد مات. حياة الغوص ما كانتش سهلة، المركب كانت بتشيل فرق من 10 ل 30 راجل حسب المركب. طبعا التيم ده كان عبارة عن غواصين مع بحار مع ربان. المعدات كانت بدائية جدا، سدادة للأنف معمولة من عظم السلحفة، وكان الغواص بيتربط بحبل وهم اللي يشدوا وهم اللي يطلعوا، وكان بيتعمل 50 غطسة في اليوم، كل غطسة كان مدتها دقيقة حسب النفس. طبعا كان في اخطار كتير، انه يقابل سمكة قرش او سمكة المنشار، الموضوع ما كانش سهل. طب هم كانوا عايزين يرفهوا عن نفسهم، الرحلة صعبة. من قلب المعاناة دي طلع الفن الشعبي، الصوت البحري. في كل سفينة كان في شخص مميز كان صوته حلو اسمه النهام، ده ممكن احنا نعتبره القائد المعنوي للسفينة. النهام هو واحد من أفراد طاقم السفينة، وهو الشخص اللي يقوم بالإنشاد وترديد المواويل البحرية للترفيه وتحميس الغواصين، وعمل تقريبا كل يوم من الرحلة، من يوم الدشة وهو انطلاق الغواصين إلى البحر إلى يوم العودة اللي هو القفال. نار الغضا واللعن باقص الضمير بتاي. دوره انه يغني بصوته القوي عشان يحمس البحارة ويخفف عنهم تعب الشغل. ده كمان كان بيعمل لهم ايقاع موحد في السحب او الشد عشان يخلي الحركة متناسقة، يعني مايسترو في قلب السفينة. وعايز اقولك ان النهام ده كان اعلى اجر في السفينة، وكتير من الاغاني كان فيها دعاء وذكر لله عشان ربنا يحمي البحارة في قلب المية. طب شكل الاغاني دي كان عامل ازاي؟ هو فن غنائي جماعي، النهام يغني بمقام صوتي عميق وباقي البحارة يردوا وراه. طب الإيقاع كان بيجي منين؟ من حركات الشغل نفسها، السحب والشد. يعني مثلا كان عندهم أغنية اسمها يمال، دي كانت مخصصة للأوقات اللي بيشدوا فيها الحبل بتاع الشراع، لأن إيقاعها سريع فبتناسب المجهود بتاع الشد. كان النهام يقول أوه يمال وهم يردوا وراه. طب لما كان يبقى الليل كده هادي، كان عندهم حاجة اسمها الهولو. الهولو ده بقى لحنه أبطأ وحزين شوية.
مناسب لجو الليل، كان يتغنى عشان يفتكروا أهلهم وبلدهم. ده حتى كان في أغاني لما يجوا يودعوا أهلهم قبل ما يسافروا كان اسمها الوديع. حرك شجوني والتهابي. حتى الستات اللي كانوا قاعدين مستنيين الرجالة بتاعتهم كان لهم أغاني. كان في أغاني مشهورة زي طوب طوب يا بحر، فيها كلام للبحر نفسه، زي ما يكونوا بيقولوا كفاية بقى يا بحر، 4 شهور و5 شهور، رجع لنا بقى حبايبنا. توب توب يا بحر، توب توب يا بحر، 4 5 دخل، 4 5 دخل. لغاية سنة 1928 لما اليابانيين اخترعوا اللؤلؤ الصناعي وبدأت تجارة اللؤلؤ تخف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح ليهم رزق تاني، البترول اللي اكتشفوه أول مرة يوم 22/2 سنة 1938 في حقل كان اسمه برقان، وبدأ تصدير البترول سنة 1946. شفتوا بقى الفن البحري بتاع الكويت ده أثر على شكل الموسيقى على مستوى العالم. يعني مثلا منظمة اليونسكو سجلت فن اسمه فن الفجيري اللي هي أغاني الغوص الجماعية على قائمة التراث الإنساني. يا زينة هدير تزينة ويا زينة هدير تزينة. حافظوا الأغاني دي وبقى يغنوها على مسارح أمريكا وأوروبا، وعرفوا العالم إيه معنى المزيكا دي. موسيقى بدأت من معاناة الناس اللي كانوا بيروحوا في السفر اتحولت لتراث إنساني والعالم كله اعترف بيها. الكويت يا جماعة بلد فن، بلد مسرح وسينما، وبيحترموا الفن جدا وبيقدروا الفن. من ضمن الناس دي نجم حلقتنا النهاردة حمود ناصر اللي اتولد يوم 2/12 سنة 1977 وعمل شعبية كبيرة جدا هنا في الكويت وفي الخليج كمان. انطلاقته كانت بأغنية اسمها مضمون، نزل سنة 1998 في شريك كوكتيل تبع شركة النظائر. مضمون قلبي لك والحب لك مضمون. والأغنية كسرت الدنيا وكله كان مستني بقى ألبوم حمود ناصر. بس حمود ناصر كان مختلف، مزيكته كانت مختلفة، كان بيميل أكتر للطابع العالمي خاصة أغاني الفلامينكو، بس دايما كان بيحاول يحافظ على التراث الكويتي في الغنى. أنا بقى هقول لكم شوية أغاني أنا بحبها لحمود ناصر. يلا بقى نخش على الأغاني. حلوين بدأت الأغنية بالجيتارات الفلامينكو. الجيتارات اللي فكرتني بأغنية العيون بتاعت عمرو دياب. بعديها يخش إيقاع الصلصة. ومعاه البيز جيتار. ويخش حمود ناصر يغني. كل ما يبولي طريق، كل ما جابولي طريق، يعني كل ما حد يجيب سيرتك قدامي أسرح أنا أفكر فيك، يا أحلى طلة في قلبي شوقي يناديك، في قلبي شوق يناديك. وبعدين يخش في اللازمة اللحنية. حلوين 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 احنا سوا حلوين، ولا دمع ولا احزان ولا تسوى الفرق الحين. احنا سوا حلوين. مين بقى اللي دخل معاه هنا؟ الكمانجات الغجرية، جو كله لاتيني. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي مكمل معانا الكمانجات الغجرية. ومعانا الجيتار الإيقاعي. والجيتار الميلودي اللي عزف في البداية دخل اللحن الأولاني ويكمل حمود ناصر غنى. دنيا من عارف فاتر شلي بيصير فيها حبيبي.
وبعدين نلاقي بقى الفاصل الموسيقي الاخير دخل، الايقاعات شغاله مع السقفات والجيتارات تدخل تاني. هنا الموزع بيديك نفسك من الريتم ويرجع الايقاع تاني ويغني يقول حلوين حلوين احنا سوا حلوين. روح اسمع الاغنيه دي دلوقتي، اغنيه من الاغاني الجميله جدا، انت عالبال. يمكن دي من اشهر اغاني حمود ناصر. بدات الاغنيه بالجيتار والكيبورد، ويخش حمود ناصر يغني مستحيل حب تاني يسكن قلبي وانت بعيد. مستحيل حب ثاني يسكن قلبي وانت بعيد. وبعدها يخش باللازمة اللحنية الأشهر في تاريخه، انت عالبال يا عيوني. انت عالبال يا عيوني يا عيوني، غيرك ما طال تفوني. تحس ان عمرو دياب هو اللي بيغني، وتلاقي الجيتارات الفلامينكو دخلت. مع ايقاع اللاتين بوب والسقفات بتاع الفلامينكو. ويخش الفاصل الموسيقي، الكمانجات، ويكمل حمود ناصر غنى ويرجع تاني في اللازمة بتاعت انت عالبال يا عيوني. انا عايز اسألك سؤال يا اللي بتتفرج، لو انت كنت سمعت الاغنية دي زمان ايه ذكرياتك معاها؟ اكتب لي في التعليقات. على فكرة بدأت الاغنية بالجيتارات. هنا بقى احنا داخلين على اغنية رومانسية ويخش حمود ناصر يغني. بقول لك شي على فكرة، ترى اللي يحب ما يكره. هتلاقي ورا حمود ناصر لسه الجيتارات شغالة عاملة كده ايقاع خفيف معاه. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي، نلاقي جيتارين اتنين دخلوا، الجيتار الايقاعي والجيتار اللحني. ويكمل حمود ناصر غنى. أنا أحبك وأخاف الله، ولا أخونك ولا أتخله. هتلاقي لسه الجيتارات مكملة معاها. هنا نقدر نقول ان الجو العام بتاع الاغنية دي لاتين بلد، لان التركيز على الكلمات والجيتارات هي اللي ساندة حمود ناصر، ويبتدي يتصاعد بصوته عشان يوصل لك الاحساس. اغنية من روائع الاغاني بتاعت حمود ناصر، روحوا اسمعوها دلوقتي واكتبوا لي رأيكم. حبيبي بدأت الاغنية بمؤثرات السينز، وبعدين تخش الجيتارات، وبعدين حمود ناصر يخش يقول حبيبي. حبيبي يا ورد شوق يا كل ذوق. وبعدين نلاقي ايقاع خليجي دخل، ايقاع الدوسري، معاه البيز جيتار. هنا بقى هو بيقدم لك اللون الخليجي بلمسة معاصرة. ويكمل حمود ناصر في الغنى، يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح الله يا روح الروح يا روح الروح.
وبعدين يلاقي الكمانجات دخلت معاه. وبعدين بقى نلاقي الفاصل الموسيقي دخل، الأورج الخليجي في البداية. ترد عليه الكمانجات. وبعدين بقى يحصل حوار بين الأورج والكمانجات، كل ده وإيقاع الدوسري شغال، ويكمل حمود ناصر غنى. الأغنية دي أول ما نزلت كسرت الدنيا هنا في الكويت. فاطمة. بدأت الأغنية بالتخت الشرقي، تحسه كده صوفي شوية، معاه الكمانجات والناي. وبعدين يخش ايقاع البوب، وبعدين حمود ناصر يدخل يغني. عيني ما تغلى عليك، قلبي يا عمري يبيك. عيني ما تغلى عليك، قلبي يا عمري يبيك، يعني عايزك، روحي هامت في هواك، كل حياتي ملك ايديك. وبعدين يخش في اللازمة اللحنية الأيقونية اللي أنا بحبها قوي. عمري فاطمة فاطمة، عمري لك ويا حناني فاطمة فاطمة. عمري فاطمة فاطمة، عمري ليك ويا حناني فاطمة فاطمة، عشقي انت الأولاني. ويخش الفاصل الموسيقي، الكمانجات معانا الناي، ويكمل حمود ناصر غنى. في ختمة الأغنية بقى بدأ يقول موال يا ليل يا عين. ليلي يا عين يا عين يا ليلي، ليلي يا عين يا عين يا ليلي، ليلي يا عين. ما هو شغال على التخت الشرقي، أغنية من الأغاني الجامدة جدا لحمود ناصر. الراجل ده احنا فقدناه بدري، اتوفى يوم 10/8/2019 بسبب أزمة قلبية. أنا أول ما قريت الخبر ده اتفجعت، لأن أنا كنت بحبه جدا، كان من المطربين المفضلين ليا هنا في الخليج. فأنا عايز كل اللي بيتفرج عليا يدعي له بالرحمة، ربنا يا رب يرحمك يا حمود يا ناصر. وهي دي يا سيدي حكاية الأغاني اللي أنا بحبها لحمود ناصر. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. كان معاكم أحمد صلاح، سلام عليكم.